ابني يحصل له تغيرات نفسية. كلنا بنخاف من مرحلة المراهقة واللي بيمر بيها الولاد. يا ترى نعمل ايه فيها؟ يا ترى نتعامل معاهم ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعيني وإخواتي المحترمين، يا رب دايما تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أصعب مرحلة بيمر بيها الآباء والأبناء، وهي مرحلة المراهقة. المراهقة بتختلف من فرد للتاني، وبتختلف برضو من بيئة للتانية، بس نصلي على النبي الأول عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا ناس كتير قوي قوي وأسر كتير قوي قوي بتخاف، وآباء وأمهات بيخافوا قوي من مرحلة المراهقة، مع إن مرحلة المراهقة دي مر بيها الآباء والأمهات قبل الأبناء. يعني احنا لو بصينا كده لنفسنا كلنا، آه، آباء وأمهات طبعا مروا بمرحلة المراهقة لحد سن 20 سنة 21 سنة، لأن هي مراحل المراهقة بتبدأ من 11 ل 14. دي أصعب مرحلة اللي بيمر بيها الطفل، إن هو لسه بيبدأ يتعرف على العالم الخارجي اللي حواليه، يتعرف على نفسه، على الأنا بتاعته بتبقى عالية قوي قوي في الفترة دي من 11 ل 14. بعد كده عندك من 14 ل 18، دي اسمها المرحلة الوسطى الأوسطية، وفيها طبعا الولد أو البنت بيكونوا شخصيتهم بقى وآرائهم وأفكارهم عشان يتعاملوا بيها بقى مع الأسرة والمجتمع اللي بره. بعد كده طبعا عندنا بقى من 18 ل 20 سنة، اللي هي بقى إن شاء الله كده هتخلص مرحلة المراهقة، ويبدأ الولد أو البنت خلاص كون شخصيته المستقلة وفكره المستقل، اللي هيكمل بيه بقى بقية الحياة إن شاء الله على خير. طيب احنا هنا دلوقتي هنتكلم عن مرحلة المراهقة من سن 11 ل 14، ودي أصعب فترة أو فترة مراهقة بيمر بيها الولاد والآباء والأمهات. ولازم تخلوا بالكم قوي قوي في الفترة دي، لأن الولد والبنت في الفترة دي خلاص بيبقى عايز يثبت ذاته، يثبت ان هو راجل، تثبت ان هي ليها كلمة، ليها رأي. بيبقى فيها نوع من التمرد شوية. دايما هتلاقي البنات والولاد بيبقوا عكس اتجاه الأم والأب، دايما في رفض. ما بيحبوش دايما ان احنا نقول لهم اعملوا، كفاية كده، كفاية تمسك الموبايل كده، كفاية تلعب كده، لا كفاية اطلع ذاكر. لا، ما بيحبوش الأوامر خالص في الفترة دي بالذات. فترة من 11 ل 14 دي أصعب مرحلة، لازم نخلي بالنا منها، ونخلي بالنا من تحكماتنا في الولاد، نخف شوية. يعني احنا اتكلمنا عن مراحل النمو كلها، وخلاص جينا بقى في مرحلة المراهقة المبكرة اللي هي من 11 ل 14 دي. احنا خلاص قلنا غرسنا وزرعنا وعلمنا وحبينا وعملنا كل حاجة معاهم، تمام. هنيجي في الفترة دي بقى هنخف شوية، الكيرف ينزل معانا شوية في التحكمات، في الأوامر، في الحب غير المشروط. يعني مش هحبك عشان انت عملتي حاجة صح، مش هحبك عشان انت عملت حاجة صح، لا ما نبينش كده خالص. احنا بنحبه الحب للحب، حب الأب لابنه، حب الأم لابنها، بدون شروط، بدون ان هو يعمل حاجة صح وانا هحبك عشان انت عملت الحاجة الصح، بالذات في السن ده من 11 ل 14. برضو احنا خلاص زرعنا القيم والمبادئ والأخلاق الدينية والأخلاقية والسلوكية، وكل ده عملناه معاهم في فترات النمو، تمام كده. هنيجي هنا برضو هنقف في ستوب شوية علشان ما ينفروش. ما نقعدش بقى مثلا تيجي عند الصلاة مثلا، هتلاقيهم بينفروا من الصلاة، مش عايزين يصلوا، بيفوتوا فروض. بالراحة، ما نتكش عليهم في الحتة دي برضو، عشان ما نوصلش بيهم ان ممكن حد منهم يقولك ما تكلمنيش عن الدين. حصلت وبتحصل مع اولاد كتير قوي قوي، عشان من كتر الضغط والاسترس عليهم من ناحية الدين والصلاة، ويلا عشان تحفظ القرآن، ويلا عشان تروح الجامع، ويلا ويلا. لا، بالذات في المرحلة من 11 ل 14، لان هم في المرحله دي بيكونوا شخصيه، عاوز يحس ان هو ليه شخصيه، عايز يحس ان هو ليه راي، مش عايز دايما فرمانات طالعه له اعمل سوي كفايه.
لا مش عايز كده، هينفر، هيتمرد. تمام كده. نيجي بقى لمرحلة من 14 ل 18. خلاص الشخصية اتكونت وكون خلاص آراءه وكون أفكاره. تمام. وطبعا ده بمساعدة الأب والأم برضو، مش هنسيبه أو مش هنسيبهم. ليه؟ علشان هم هيحتاجوا في الفترة دي للأمان قوي، لأمان الأب والأم والأسرة. مع إنه في الفترة دي بيكون صداقات خارجية، يعني من 14 ل 18 بيحاول ينفرد بنفسه، بيحاول يكون صداقات. البنت برضو بتحاول تكون صداقات خارج الأسرة. بتحاول ان هي يبقى ليها رأي. عايزة تخرج مع صاحبتها. كونت صداقة مع بنات معينة ووطدت العلاقة بيهم. برضو نخلي بالنا منهم في المرحلة دي، ما نعلقش، ما نشجبش آرائهم. نسيبهم برضو، ولكن بمراقبة، ان احنا نراقبهم في الفترة دي، علشان برضو هم في كل المراحل دي يا جماعة بيحاولوا يكونوا شخصية. لان فترة المراهقة دي هنتعامل بيها ان هي التغيرات اللي بتطرأ على الولاد والبنات من ناحية التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية وتغيرات في الجسم، وكل الحاجات دي، كل الحاجات دي بتأثر عليهم نفسيا. يعني في ولاد بيقبلوا التغير بصدر رحب، وفي بيبقوا رافضينه من جواهم بس مش قادرين يعبروا. فده كله بيعمل لهم ستريس على دماغهم بقى. ليه؟ بيبقى بيبان في الانفعالات بقى، في ردود الفعل مع اهاليهم. يعني هوضحها لكم. في ساعات ولاد بيبقى بسم الله ما شاء الله جسمهم بيبقى كبير، يعني بيبقى سنهم اقل من جسمهم، هو سنه صغير وجسمه كبير. ده حصل له امتى؟ في فترة التغيرات بتاعة المراهقة. فمش كل الولاد بيقبلوا ده، في ولاد بيتكسفوا. في ولاد مش بيبقوا قابلين الموضوع دوت بصدر رحب. ليه؟ لان ممكن في ناس بتعلق عليهم بطرق سلبية. انت كبير، انت ضخم، ايه الطول ده، معقولة انت طويل كده وسنك 14 سنة. الحاجات دي كلها، دي حاجات كلها تأثيرات خارجية على الولاد. فهم في فترة المراهقة هيجي لهم التأثيرات الخارجية دي أكتر من الداخلية. ليه؟ لأن الداخلية الأب والأم، فالأب والأم بيحافظوا على مشاعرهم، بيحتضنوهم. بيحاولوا يخففوا من حدة التغيرات اللي هي بتحصل لهم. ولكن المجتمع الخارجي بقى غير كده، لأن الأم والأب مش هيمشوا معاه بره، مش هيشوفوا تعليقات الناس عليه بره، مش هيشوفوا تعليقات اصحابه بره. لا، هو بيبقى في اطار الاسره، هم بيخففوا الحده دي. ده دور الاب والام في فتره المراهقه، لان هم بيبقى عندهم فرط في الحساسيه وبيبقى عندهم ساعات ولاد بيحصل لهم انطوائيه وانعزاليه. بيبقوا عايزين حد يفهمهم، حد يتفهم موقفهم. لو الاب والام ما وصلوش معاهم بيبقوا يلجأوا لاصحاب بره. فكل ده بيحصل في مرحلة المراهقة. هي يعني بص هقول لكم يا جماعة، هي مرحلة المراهقة طبعا بتختلف كمان من فرد للتاني ومن بيئة للتانية. يعني هنلاقي المدينة غير الريف. آه، طبعا هي كلمة مراهقة أو في اللغة العربية راهقة يعني قرب على الرشد أو قرب على الوصول أو قرب على البلوغ. فالتغيرات بقى النفسية والجسدية والعقلية دي كلها آه، هي دي اللي بتأثر في المراهق وفي المراهقة. لو ما عاشوش في بيئة سليمة حواليهم وتقبلوا الموضوع دوت، والأب والأم طبعا بيبقوا بيشرحوا لهم، بيحتضنوهم، بيبقى عندهم زي ما قلنا قبل كده الإنصات الجيد. دايما ما تقطعوهوش وهو بيتكلم أو هي بتتكلم. دايما ما نقللش من آرائهم، ما نقللش من كلامهم. ما يبقاش بيتكلموا اسكت انت فاهم حاجة، اسكتي انت فاهمة حاجة، انت هتتفلسفي. لا بلاش، سيبوهم ياخدوا وضعهم، سيبوهم يعبروا عن آرائهم. اما يقولوا رأي ناقشوهم في الرأي بتاعهم. انا يعني فاكره قصه حلوه قوي كنت سمعتها عن ولد مراهق. آه يعني كان في ثانوي، كان في ثالثه ثانوي تقريبا او في تانية ثانوي، فحب بنت معاه في المدرسه. فهو فتره مراهقه،
تمام كده. احنا قلنا فترة المراهقة بيحصل فيها للولاد حاجة في علم النفس اسمها ايه؟ عبادة الأبطال. عبادة الأبطال دي ان المراهق او المراهقة بيحب الحب، عاطفة الحب بتبقى موجودة عنده تجاه مثلا ايه؟ مثل أعلى، زي مثلا مدرسها في المدرسة، ممكن الولد تبقى مدرسته، ممكن حد أكبر منهم بس يحبوه، وممكن يحبوا من نفس السن زي ما حصل مع الولد ده. طيب الولد ده جه راح قال لباباه انا بحب واحده وعايز اخطبها. طيب رد الاب هنا بقى هيبقى ايه؟ والام مش بقى هيزعقوا له بقى وانت لسه رحت فين وجيت منين عشان تحب وتخطب وانت لسه بتتعلم؟ لا، الاب والام قالوا له تمام وماله، مفيش اي مشكله. طب انت دلوقتي جاهز ان انت تخطب او تبقى قادر ان انت تفتح بيت وتتجوز؟ قال لهم لا. قالوا له خلاص انت اخترت البنت دي وبتحبها، مفيش اي مشكله، هنوقف العلاقه، مالكش دعوه بيها، شوف مذاكرتك وخلص الثانوي بتاعك وشوف هتخش جامعه ايه، وبعد كده نبدا نتكلم ونشوف هنخطبها لك ازاي. لو انت فضلت عند رايك، يعني تفهموا الولد وتكلموا معاه وناقشوه بعقلانيه. اتفق معاهم وقال لهم خلاص تمام، وبالتالي برضو كلموا البنت واهلها وخلاص مفيش كلام لحد ما يخلصوا الدراسة بتاعتهم، وبعد كده ربنا يسهل. الولد فضل مصر على رأيه، خلص دراسة وخلص الثانوي بتاعه ودخل الكلية وخلص الكلية واشتغل، وهو بيشتغل في الكلية وهو بيدرس، وجاب للبنت ده راح خطبها وعمل لها خطوبة، وبعد كده اتجوزها عشان هو مصر على رأيه، وكان واخد رأي عقلاني، مش كان ان هو بقى فترة مراهقة والإحساس ده هيروح. فلما باباه ومامته لقوه مصر على رأيه ومستمر في مشاعره، دعموا في الموضوع واتجوز البنت وخلفه، بسم الله ما شاء الله. فمش كل المشاعر بتبقى كذب في المرحلة دي، لا، ممكن تكون مشاعر صادقة على فكرة. ليه؟ لأن هي طالعة من مراهق سوي. المراهق في الفترة دي أو في المشاعر دي ما كانش عنده أي مشاكل نفسية، ولا بقى عنده بقى انعزالية، ولا عنده حساسية، ولا انطوائية، ولا لا، كان ولد طبيعي مر بمرحلة مراهقة سوية طبيعية، وحصل له فيها المشاعر اللي هو حس بيها وتمسك بيها، وفضل مصر ان هو يتجوز البنت اللي هو حبها. وبرضه والده ووالدته بعقلانية وحب لابنهم اتفهموا الموقف وفضلوا داعمين ابنهم لحد ما ايه؟ وصل لبر الامان. فهي يا جماعة المراهقة عاوزة كده، يعني عاوزة احتضان للبنت والولد، نراعي ظروفهم، نراعي التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل لهم، نراعي نفسيتهم، نراعي الضغوط النفسية اللي بتبقى عندهم في الفترة ديت، نحتضنهم. مين هيحتضن ولاده غير الأب والأم عشان يمروا بالمرحلة دي؟ هي المراهقة مرحلة سوية عادية زي أي فترة نمو، ولكن هي بتختلف باختلاف ايه بقى؟ ان الولد والبنت بيبقوا كبروا كونوا شخصية وبقى ليهم رأي. تمام. فعشان كده بتحصل بقى الدروبات اللي هي ايه بقى؟ اللي هي تقولك مثلا بنتي بتشتمني، بنتي عنادية، بنتي عصبية، بنتي. هقولك حاجة، هي عنادية او عصبية عشان انتي وصلتيها لكده، اكيد انتي اتعصبتي عليها، اكيد انتي كنت بتزعقي في وشها. اصل هي هتجيب دوت منين؟ ما هو مفيش ام هاديه ومحتضنه اولادها ومراعياهم في كل حاجه، بتتكلم معاهم، بتقيم معاهم حوار، بتعرف مين اصدقائهم، بتعرف مشاكلهم ايه. تمام. مصاحبه اولادها بنات وولاد، مش هيجوا بقى يجي لهم السلوكيات دي من بره. لا، ما انا بشوف ستات كتير بيزعقوا وبيشتموا وبيضربوا. يعني طب هقول لكم مثال، لو انتوا شفتوا ماشي بتضرب ابنها اللي عنده 5 شهور عشان بيعمل بيبي على نفسه، هتقول على الام دي ايه؟
قلت له عليها مش طبيعيه. يعني بيبي عنده 5 شهور هتضربه عشان بيعمل بيبي على نفسه؟ طب ما هو ده طبيعي ان هو يعمل بيبي على نفسه. يبقى احنا لو شفنا ام بتعمل كده هنقول الام دي مجنونه. تمام كده. ده بالظبط سن المراهقه. لازم تجهزي نفسك عشان تعدي بالمرحله دي مع اولادك. زي الست اللي بتبقى رايحه تولد وبتوضب شنطه الولاده عشان تاخدها وتروح تولد، بتجهز نفسها. تمام. معاها هدوم البيبي، معاها البامبرز، معاها حاجتها، معاها كل حاجه واخداها عشان راح تولد. هي كده، هو التربيه كده يا جماعه. هي التربيه كده، فترات النمو كلها كده بتاعت الطفل، من المهد لحد الطفوله المراهقه المتاخره. لازم الام والاب يجهزوا نفسهم عشان يمروا بالمرحله دي. فهي مش محتاجة ان الناس تتعقد بقى وتقول لك مراهقة. واحنا قلنا ان احنا بنورث في اولادنا كل السلوكيات. هتتعاملي بهدوء هيبقوا هاديين معاكي، هتتعاملي بعصبية هيبقوا عصبيين معاكي، هتعندي معاهم هيعندوا معاكي. انا قلت لكم قبل كده. فهي المرحلة دي مرحلة عادية جدا بتمر مع كل البيوت ومع كل الناس، وهي في الاصل مرحلة سوية لو احنا تعاملنا معاها بهدوء مع اولادنا. زي بالظبط كده الاب، لما هديكم مثالين برضو. اب لقى ابنه بيشرب سجاير، واب تاني برضو لقى ابنه بيشرب سجاير. الاب ده تمام قال لابنه ايه؟ انت بتشرب سجاير؟ هو انت معاك فلوس عشان تجيب سجاير وتشرب سجاير؟ هو انت للدرجه دي بتجيب فلوس منين؟ ما انا اللي بديها لك. الاب التاني قعد مع ابنه قال له انت بتشرب سجاير ده، بس انت مش عارف ان السجاير دي مضرة على الصحة. طب انا كده دلوقتي صحتك، مش خايف على صحتك؟ ينفع ان انت تضر صحتك بالمنظر ده؟ وبالتالي الولد اللي باباه كلمه بهدوء وقال له انه خايف على صحته وانه ما ينفعش يشرب سجاير، ده سنك صغير، واي ولو حتى سنك كبير يا حبيبي ما ينفعش، صحتك السجاير مضرة وبتجيب امراض. الولد ده سمع كلام باباه وساب شرب السجاير. الولد اللي بابا قاعد يقول له انت معاك فلوس تجيب سجاير وانا اللي بديك الفلوس وانت بتشرب سجاير ليه، وقعد يعنفه ويعنفه عنده وشرب سجاير وما بطلش السجاير. فهي سن المراهقة كده، سن المراهقة عايز تجهيز من الأب والأم علشان ولادهم يمروا بسلام من في المرحلة دي. زي ما احنا قلنا كده، دايما نحط قواعد وحدود. مجرد ما هم كبروا كده خلاص ومرحلة المراهقة داخلة بقى، قواعد وحدود في البيت، الدخول والخروج، مفيش تأخير للولد والبنت. طول ما في قواعد وفي التزام في البيت، هم هيفضلوا ماشيين معاكي مظبوط. ليه؟ لان احنا بنحط قواعد وبنتفق عليها. خلاص احنا كبرنا، كل واحد بقى قد كلمته وكل واحد مسؤول عن تصرفاته. مفيش حاجة اسمها رجوع متأخر من بره، مفيش حاجة اسمها استخدام النت عمال على بطال، مفيش حاجة اسمها كذا للبنات، مفيش حاجة اسمها كذا للولاد. قوانين تتحط في البيت، مهام. فترة المراهقة دي يا جماعة أحلى حاجة ليها إن انتوا تعملوا لهم مهام يعملوها، إذا كان للولد أو للبنت. مهام توضح اهتمامكم بيهم وإن هم كبروا وقدها وقد إن هم يعملوا المهام دي. تكلفي بنتك بمهام تعملها، تكلفي ابنك بمهام يعملها. تمام. ليه؟ خلاص أنا بعتمد عليكم، انتوا كبرتوا خلاص، لازم تساعدوني في كذا ولازم تساعدونا في كذا. امال مين هيساعدنا غيركم؟ في الفترة دي بالذات لما تكلفوهم بمهام، المهام دي يعني هتشغلهم عن اي سلوكيات ممكن ينحدروا ليها، وعن اي اصحاب سوء ممكن يأثروا عليهم. يعني احنا ممكن نربي في اولادنا سنين ويكبروا بسم الله ما شاء الله، ويجي صاحب سوء واحد يلغي ويهد كل اللي احنا عملناه. فعشان كده الفترة دي يا جماعة فترة حساسة، ومحتاجة مننا ان احنا نتفهم اولادنا بهدوء. مفيش حاجة اسمها بنتي بتشتمني، مفيش حاجة اسمها بنتي بتزعق لي. لا، احنا قلنا من الاول احنا بنزرع كل السلوكيات دي وبنرسيها وولادنا بيطلعوا عليها.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. عارفين يعني ايه اضربوهم؟ اضربوهم دي ايه؟ مش اضربوهم بقى بالخرطوم بقى وهاتوا العصاية لا، وهاتوا الحزام لا، ده بالسواك. بالسواك كده. عليه الصلاة والسلام. يعني شفتوا، يعني لدرجة انه بيقول لكم تصاحبوا اولادكم لحد ايه، حتى وانتوا بتقولوا لهم صلوا. مش قوم صلي انت ما بتصليش، وتزعقوا وتجيبوا الحزام وتضربوا لا، وتعنفوا وتخلوا العيال تكره ان تقول لك ما تكلمونيش في الدين. يعني بنت قالت مره كده، قالت مره ما تكلمنيش في الدين، من كتر الضغط اللي اتضغط عليها من البيت. فاحنا عايزين نتعامل مع اولادنا بالراحه بهدوء. فتره المراهقه دي فترة عادية جدا زي أي فترة مرت علينا في حياتنا، كلنا مرت علينا الفترة دي. يعني حتى توصلوا لهم كده، يعني اتكلموا معاهم زي ما قلت لكم كده، موضوع الذكريات ده. في الذكريات اتكلموا معاهم ان انتوا كان بيحصل لكم ايه ايام المراهقة، عملتوا ايه، اهاليكم كانوا بيقولوا لكم ايه. اقعدوا كده واحكي لهم عشان هم كمان يسمعوا. كل دوت بيشكل شخصيتهم في الفترة دي، وبيهدي من النفسية بتاعتهم لو حتى عندهم تغيرات والمود بتاعهم ما بيبقاش مظبوط. على فكرة طبعا ده كل ده تغيرات نفسية، لان هو قلنا لكم بيبقى فترة المراهقة دي خلاص بيتشكل بقى، وفي حاجات بتتغير عندهم في جسمهم في شكلهم. كل ده بيأثر على نفسيتهم. فلازم ان احنا في الفترة دي نهتم بيهم. اي حد من الاب والام عصبي يهدي نفسه، يحتضن اولاده، علشان العالم الخارجي يا جماعة اللي هم داخلينه، لان هم في الفترة دي خلاص هيكونوا صداقات واصحاب بقى من بره، وممكن يفضل اصحابه عن البيت. لو في عنف في البيت يفضل صاحبه، او هي تفضل صاحبتها. ليه؟ لان مامتها عصبية ما بتسمعهاش، بابا بيزعق له على طول وبيعنفه. فهيلجأوا بقى للعالم الخارجي اللي هو ممكن يبقى فيه والعياذ بالله بقى أصدقاء السوء. فاحنا مش عايزين الفترة دي تمر علينا، يعني ويبقى فيها لا قدر الله خسائر. هي تمر بسلام إن شاء الله. ويعني مع اهتمام الأب والأم بالراحة كده مع أولادهم إن شاء الله الفترة دي وبدون أي مشاكل بأمر الله. وإن شاء الله أولادكم ربنا يوفقهم إذا كان أولاد أو بنات، وتشوفوهم أحسن ناس إن شاء الله. ان شاء الله اشوفكم بقى في فيديو جديد، وتنسونيش بقى في اللايك بتاعكم الجميل، وسبسكرايب طبعا تنوروني وتشرفوني. واشوفكم على خير بأمر الله. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تنسونيش بقى من فضل دعائكم. يلا، السلام عليكم ورحمة الله.